السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مع صفات نور هديل. الوصفة تاع اليوم لي بالمي يجو مقرمشين وبنان سهلين في التحضير، تحضرهم بكل سهولة. تفضلوا معايا نشوفوا الوصفة. عندي كمية من السكر حوالي 100 غرام سكر حبيبات. نزيد نحط ملعقة فانيليا، نخلط لافاني مع السكر. من بعد في طاولة العمل نرش كمية مليحة من السكر، ونجيب العجينة المورقة باتفيتي نحلها فوق هذاك السكر، نحلها شكل مستطيل. من بعد نزيد نحط لها أيضا السكر كمية مليحة. بعد نطويها بهذه الطريقة توغ سامبل، ونعاود نحلها مليح. أنا بعد ما حليتها بسطتها مليح، نزيد نحط لها السكر من الفوق كمية مليحة كما راه واضح في الصورة. نبدأ نطوي في العجينة، نطوي من جهتين شوية ومن الجهة الثانية، يعني لازم يكونوا نفس الحجم الطويات. نخلي فراغ في الوسط باش نطويهم فوق بعض كما راكم تلاحظوا. ومن بعد بالحلال نضغط شوية باش تماسك العجينة، ونبدأ نقطع. السمك لازم يكون 2 سنتيمتر كما راه واضح أمامكم. شوفوا كيفاش خرج يعني الطويات متساويين. من بعد نضغط بيدي، من بعد بالحلال نحلهم هكذا. راح يخرج الشكل تاع لي بالمي، يخرجوا شويه كبار في الحجم، ثم حلوهم شويه رقاق ومن بعد يتنفخوا في الفرن. ايضا نزيد القطعه الثانيه كما راكم تلاحظوا، ومن بعد نكمل كامل القطع اللي عندي. الفرن انا كنت سخنته من قبل على اعلى درجه، كنت جهزت سنيوه حطيت فيها ورق الطهي، ونبدا نستف الحبات ديالي وندخلهم للفرن يطيبوا من الفوق ومن تحت حتى يتحمروا. كان هذا هو الشكل تاعهم. لي بالمية مجهزين في طبق التقديم. نقسم لكم حبة خرجوا مقرمشين وبنان. هذاك السكر ولا كاراميليزي تحمروا، وصفة رائعة بنينة بالبزاف. في النهاية نقول لكم مع السلامة مع وصفة جديدة في أمان الله.